اولا لازم تاخد بالك ان انت مرايه لابنك، يعني عين بتراقبك 24 ساعه وبتقلدك وبتكتسب منك صفاتك وردود افعالك. صاحب ابنك وهو صغير، قرب منه واحتويه وخليك حنين عليه، لما يغلط علمه الصح من غير عنف، عاقبه في مصروفه، في الهدايا، في الخروج، في الحاجات الحلوه اللي بتشتريها له، وعقاب مؤقت. وهتقلل من كرامته او تستخدم العنف معاه لانها بتجيب نتيجه عكسيه وممكن يكرهك او يتعقد نفسيا. خليه يخاف من زعلك مش من ايدك، هتفرق كتير. علمه الحرام وعلمه الحلال، طلع صدقه قدامه، اديله فلوس يطلعها بنفسه للغلابه، وفهمه بتعمل كده ليه علشان تزرع في قلبه الرحمه. اوعى تاذي امه قدامه لانه ممكن يكرهك بسبب اذيتك ليها، واختلافكم يكون بعيد عنه لان الخناقات والخلافات بتاثر في الطفل. اتكلم عن امه بالخير والام تتكلم عن الاب بالخير حتى لو كارهين بعض. اكتر حاجه بتاثر في نفسيه وحياه الاولاد في المستقبل شكل العلاقه ما بينكم، وده امر عظيم.